الله بالخير، وهذه الساعة المباركة اللي نلتقي فيكم كمشاهدين وكجمهور المسرح وجمهور الفنون بشكل عام. طبعا احنا مرينا مدة طويلة في مجال الفن منذ تأسيس المسرح والتلفزيون، ولله الحمد وصلنا لدرجة معينة أو درجة مشرفة للكويت أن استطعنا أن نثبت وجودنا سواء من خلال المسرح أو التلفزيون. بدت في الآونة الأخيرة أسمع بعض المهاترات وبعض الجمل اللي الحقيقة ما نبي نسمعها عن معهد الدراسات المسرحية، وهذا المعهد احنا املنا كبير فيه، وفعلا خرج مجموعة كبيرة من المخرجين ومن الفنانين. اتمنى من الطلبة انهم ما يتأثرون بأي كلمة تنقال على لسان النقابة. النقابة، انا نقيب الفنانين، وما زلت سواء صرت او ما صرت انا اعتبر نفسي يعني كبير الفنانين، ما نقول نقيب، ولي امر او لي ميانه او لي معزه عند الفنانين بشكل عام، وبالاخص طلبه المعهد والاساتذه كلهم. فتمنياتي لهم بالتوفيق وعدم المهاترات وعدم التدخل. هذا قال كلمه باسم النقابه وهذا قال كلمه مثل النقابه، مو من حق اي واحد يصرح باسم النقابة. رجاء لا أحد يصرح بأي جملة بأي كلمة تغث أي واحد سواء طالب أو مدرس أو أستاذ في أي جهة باسم النقابة. أنا واحد ما أوافق على الشيء هذا نهائيا، إلى أن تقوم النقابة بالشكل الصحيح، يصير لنا لوائح داخلية وقانون خاص للنقابة. وعلى ما اعتقد الحكومه جاده بعمل النقابه، لان راح تشيل عنهم كثير من الاعباء، وخصوصا وزاره الاعلام. وهذا كل اطلبي من الاخوان، واكررها مره ثانيه، اي واحد يصرح عن النقابه بشيء هو مسؤول عن نفسه مو عن النقابه.